السلام عليكم. خير بداية هي الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في سنة 1960 حصلت أحداث شغلت الرأي العام في الشارع المصري لعدة شهور. كان بطلها محمود أمين سليمان، المعروف باسم السفاح المثقف، واللي قصته كانت محل اهتمام كل الناس في الوقت ده. وكتب عنها الأديب نجيب محفوظ رواية بعنوان اللص والكلاب، واللي اتنفذت بعد كده الفيلم سينمائي كان بنفس الاسم. النهاردة هنعرف أكتر عن قصة حياة السفاح المثقف محمود أمين سليمان، وإيه سبب تسميته بالاسم ده، وهنقف عند محطات كتيرة في حياته. مش هطول عليكم، جاهزين؟ يلا بينا نصلي على النبي ونبتدي الحكاية. سنة 1920 وبالتحديد في محافظة قنا، شاب مصري اسمه أمين سليمان قرر إنه هيسافر من مصر على لبنان علشان يدور هناك على مصدر رزق جديد. وفعلا قدر أمين خلال فترة بسيطة إنه يفتح شركة صغيرة لشحن البضائع، وبعد كده الشركة دي بدأت تكبر شوية بشوية. وساعتها قرر أمين إنه هيتجوز، وفعلا بعد فترة بسيطة اتجوز أمين وأنجب 5 بنات و3 أولاد، وكان من ضمنهم محمود أمين سليمان بطل حكايتنا النهاردة، واللي كان ترتيبه التالت بين إخواته. المهم محمود من وهو صغير كان طفل مختلف عن باقي إخواته، وعشان والده في الوقت ده كانت حالته المادية كويسة، فكان محمود وإخواته عايشين مش ناقصهم أي حاجة. لكن محمود كان له رأي تاني. محمود وهو عنده 7 سنين بدأ يسرق حاجات بسيطة، زي مثلا في مرة من المرات سرق من السوق 4 حبات خيار ورجع بيهم على البيت. وساعتها والدته زعقت له على اللي عمله، لكن في نفس الوقت ما قالتش لوالده على اللي حصل، وكانت مفكرة إنها مرة ومش هيكررها تاني. لكن محمود الموضوع بالنسبة له كان مختلف، فبنلاقي إن بعدها بفترة بسيطة بيتفق مع 2 صحابه إنهم هيسرقوا مخزن أسلحة تابع للجيش البريطاني، واللي كان موجود في لبنان في الوقت ده. وفعلا قدروا صحاب محمود إنهم يشغلوا الحرس اللي موجودين، وقدر بعدها محمود إنه يتسحب ويدخل المخزن ويسرق منه 3 مسدسات. انتوا متخيلين طفل عنده 7 سنين بيقدر يعمل إيه؟ بعدها فضل موضوع السرقة ده يتطور مع محمود لحد ما بقى عنده 9 سنين، وساعتها انضم لعصابة موجودة في لبنان متخصصة في أعمال السرقة، وسرق معاهم أكتر من بيت، واتقبض عليه في الفترة دي أكتر من مرة. لكن في كل مرة كانت الشرطة اللبنانية بتسلمه لوالده لصغر سنه. واستمر محمود على الحال ده كذا سنة لحد ما بتيجي فترة الشباب، وساعتها بيقرر هو والعصابة إنهم هيسرقوا بيت الرئيس اللبناني السابق كميل شمعون. وفعلا بعد ما رسموا خطتهم اتجهوا لفيلا الرئيس اللبناني السابق، وبعد ما سرقوها لأجل الحظ وهم بيهربوا شافهم أحد الحرس اللي موجودين في الفيلا، وساعتها محمود ضربه بالنار وهربوا بعدها بالمسروقات اللي معاهم. وطبعا ساعتها الصحافة في الوقت ده قلبت الدنيا، ما احنا برضو بنتكلم عن سرقة رئيس سابق، يعني الموضوع فيه إهانة للدولة. وبعدها بحوالي 48 ساعة بيتم القبض على العصابة دي ومحمود معاهم. وساعتها والده أمين سليمان بيقرر إنه هيصفي كل شغله في لبنان وهيرجع تاني على مصر، لأن تصرفات محمود خلت الأسرة كلها مش عارفة تعيش وسط الناس. وفعلا عمل كده ورجع هو ومراته وعياله على مصر، وساب محمود مسجون في لبنان بعد ما فقد الأمل فيه. ومحمود خلال فترة سجنه كان مستني أي فرصة علشان يقدر يهرب، وفعلا جات له الفرصة لحد عنده. فأثناء ما كان بيترحل من سجن لسجن قدر إنه يهرب من الحرس اللي معاه، لكن اتفاجئ بعدها إن أسرته كلها رجعت على مصر، فقرر إنه هو كمان هيهرب ويجي على مصر، وده لأن في مصر لسه محدش يعرفه وهيقدر يبدأ من جديد. وفعلا رجع محمود على مصر سنة 1956 واستقر الفترة في اسكندرية، وهناك اتعرف على 2 صحفيين وعرف منهم معلومات كتيرة عن الوسط الفني وعن الفلوس اللي فيه، علشان في اللحظة دي يعرف محمود خطواته الجاية هتبقى ازاي. وفعلا في يوم من الأيام محمود اقترح عليهم إنه عايز يفتح دار نشر في القاهرة، وإنه محتاج خبرتهم معاه، وساعده في ده وفاة والده، لأن محمود قرر إنه هيبيع نصيبه من ممتلكات والده ويفتح دار النشر. وفعلا بعد الاتفاق وبالتحديد سنة 1957 بيفتح محمود دار النشر الخاصة بيه في القاهرة. بعدها بدأ الصحفيين ياخدوه معاهم جلسات الفنانين والمثقفين، وكانوا بينادوه باسم الدكتور محمود أمين سليمان على أساس إنه دكتور جامعي. ومن ذكاء محمود
قدر من خلال دار النشر دي إنه يتعرف على عدد كبير من الأدباء والفنانين في الوقت ده، زي عبد الحليم حافظ والشاعر كامل الشناوي والصحفي مصطفى أمين، وقدر يبقى معروف وسطهم بالشخص المثقف. وده اللي كان عايزه محمود وقدر يوصله. بعدها بدأ محمود ينفذ عمليات السرقة اللي كان بيخطط لها من قبل كده. وكانت أول عملية سرقة للمشاهير يعملها محمود أمين سليمان هي سرقة بيت أمير الشعراء أحمد شوقي، واللي سرق منه نخلة ذهبية أهداها ليه أمير البحرين بمناسبة حصوله على لقب أمير الشعراء. بعدها فضل محمود يتنقل بين مصر واسكندرية، وفي اسكندرية قدر يسرق بيت مليونير معروف اسمه سباهي، واللي كان من أغنى أغنياء اسكندرية في الوقت ده. ده غير المليونير السكندري بوليفار صاحب مصانع الغزل والنسيج. وفي مصر استمر محمود في سرقة بيوت المشاهير زي بيت عبد الحليم حافظ، وقدر في فترة بسيطة إنه ينفذ أكتر من 12 عملية سرقة لرجال أعمال وفنانين، لحد ما جه للخبطة الكبيرة وهي سرقة فيلا أم كلثوم. لكن المرة دي قدر الغفير اللي موجود في الفيلا إنه يمسك محمود لحد ما بتيجي الشرطة وتقبض عليه، وهناك اعترف إنه هو المسؤول عن سرقة بيوت المشاهير الفترة اللي فاتت دي كلها. بعدها توجه له أكتر من 58 قضية سرقة، ودي كانت بداية معرفة الجرايد والصحف بمحمود تحت عنوان سارق فيلا أم كلثوم. ويدخل محمود أمين سليمان السجن، لكن لسه قصته مع الإجرام ما انتهتش. محمود بعد ما أسس دار النشر فكر إنه يتجوز، وفعلا شاف بنت جميلة من أسرة متوسطة في اسكندرية اسمها نوال عبد الرؤوف. نوال في البداية كانت مخطوبة لتاجر كبير من القاهرة، لكن محمود قدر إنه يغريها هي وأسرتها بالفلوس لحد ما وافقت نوال على الزواج منه. وبعد الزواج نوال عرفت عنه كل حاجة، وعرفت عمليات السرقة اللي كان بيقوم بيها، لكن طول الوقت كان بيقدر يخليها تسكت هي وأهلها بالفلوس. وخلال الفترة دي محمود اتعرف على محامي اسمه بدر الدين، وبقى صديق مقرب ليه. وكان محمود طول الوقت بيروح يزور بدر الدين في البيت، وكانت بتبقى زوجته نوال معاه. وبعد محمود ما اتسجن، بدر الدين المحامي قال له أنا مش عايزك تقلق، أنا هقدر أخرجك من كل القواضي، بس الموضوع محتاج شوية وقت، ما تقلقش. ومحمود عشان كان واثق في صاحبه كان مديله الأمان إنه فعلا هيقدر يخرجه من السجن. لكن في الوقت ده بتوصل لمحمود معلومة وهو في السجن إن بدر الدين على علاقة بزوجته نوال، وإنه طول الوقت كان بيتعمد يأخر خروجه من السجن علشان يخلاله الجو معاه. وساعتها محمود قرر إنه لازم يهرب من السجن وينتقم من بدر الدين ومن زوجته نوال. وعلى حسب كلام المؤرخ محمود صلاح في كتابه سفاح مصر، إن نوال زارت محمود في السجن وطلبت منه الطلاق، لكن اتفاجئت لما محمود قال لها إنه عارف إنها بتخونه، وقال لها بالنص الحقي اتبسطي كام يوم قبل ما روحك ترجع للي خلقها. وبعدها قدر محمود فعلا إنه يهرب من السجن، وأول حاجة عملها إنه دور على بدر الدين المحامي في كل مكان، لكن ما قدرش إنه يلاقيه، فقرر إنه هيتخلص من مراته الأول. وبعد ما عرف إنها رجعت لبيت أهلها في اسكندرية راح لها وكسر عليهم باب البيت، وكانت قاعدة ساعتها مع أمها وأختها وجوز أختها في الصالة، واتفاجئوا بمحمود داخل عليهم وفي إيديه بندقية، وضرب عليهم 5 طلقات، 2 منهم في الهوا والتلاتة التانيين جم في صدر جوز أخت نوال اللي وقع ميت في ساعتها. بعدها محمود هرب على طول قبل ما الجيران تتلم من صوت ضرب النار ويقدروا يمسكوه. وفي الوقت ده محمود ما كانش معاه فلوس، فبدأ يسرق من تاني بيوت المشاهير، لكن المرة دي محمود كان متوحش بمعنى الكلمة. فبنلاقي إن خلال عمليات السرقة دي محمود قتل أكتر من شخص من الحرس والخدم اللي موجودين في البيوت اللي كان بيسرقها، لحد ما الحوادث دي بدأت تنتشر في كل حتة في القاهرة، وبقى مطلوب القبض على السفاح الهارب محمود أمين سليمان. وبقى في مقال صحفي يومي في كل الجرايد بيحكوا فيه عن عمليات السرقة اللي بيقوم بيها السفاح محمود أمين سليمان. وفي الوقت ده محمود قابل واحد محامي قال له إنه عارف مكان بدر الدين، لكن المحامي ده كان بيضحك على محمود وبيستدرجه علشان يسلمه للشرطة. وطبعا محمود اكتشف الموضوع ده وقتله في ساعتها. وفي إبريل سنة 1960 الشرطة بتنشر في الجرايد عن مكافأة 1000 جنيه للي يقدر يدل على مكان السفاح. وطبعا 1000 جنيه في الوقت ده كان مبلغ كبير جدا، والموضوع ده خلى محمود يفضل يتنقل من مكان لمكان لحد في النهاية ما قرر إنه هيرجع تاني على بلد والده في الصعيد. وفعلا وقف عربية نقل وقال له خدني في طريقك.
وبعد ما ركب العربية السواق حس إن في حاجة غلط، وشاف محمود وهو مخبي المسدس تحت قميصه، وعرف ساعتها إن ده السفاح اللي الشرطة بتدور عليه. وعند أقرب نقطة مرور وقف العربية وقال لمحمود هنزل أوري الضابط الرخصة. لكن محمود كان شخص ذكي جدا، وعرف إن السواق كشف أمره، وعلى طول أخد العربية وهرب بيها. محمود بعد ما هرب بالعربية قابله في الطريق لجنة مرور، ضرب عليهم نار وهرب. لكن لجنة المرور عرفت ساعتها إنه السفاح. بعدها تم محاصرة المنطقة كلها لمحاولة القبض على محمود. وبعد حوالي 4 ساعات الشرطة بتلاقي العربية اللي كان راكبها محمود راكنة على جنب الطريق، وكان في غفير قاعد قريب من العربية. الشرطة سألته ما تعرفش اللي كان راكب العربية دي راح فين؟ قال لهم دخل طريق جبل حلوان علشان يتم حصار محمود ب20 عربية شرطة، ده غير مئات الأهالي اللي كانوا واقفين يشوفوا القبض على السفاح. وباستخدام الكلاب البوليسية الشرطة عرفت تحدد المغارة اللي مستخبي فيها محمود في جبل حلوان. وفي البداية طلبوا منه إنه يخرج ويسلم نفسه من غير أي عنف، لكن محمود طلب منهم إنه عشان يسلم نفسه لازم الأول يقتل زوجته نوال. وطبعا الشرطة رفضت طلب محمود. بعدها تم تبادل إطلاق النار بين محمود وأفراد الشرطة، عشان في النهاية يقع محمود مصاب ب19 طلقة متوزعين في كل حتة في جسمه، ويموت السفاح المثقف، وتنتهي معاه قصة محمود أمين سليمان لص المشاهير. وبكده انتهت حلقتنا. مستني رأيكم في التعليقات، ولو حابين نتكلم عن أي موضوع ياريت تبعتولنا وإن شاء الله نعمل حلقة عنه. وفي الختام، سلام.